في ناس بتدخل حياتك كده بقوة، يفضل يبعت لك مسجات طول اليوم، يهتم بيك، يسأل عليك، فتحس اللحظة كده انك ممكن تكون لقيت شخص مهتم بجد ولقيت الشخص الصح. وفجأة الشخص ده يجوست، يختفي، ولا مشكلة واضحة ما بينكوا، ولا خناقة، ولا أي حاجة، ولا حتى يبعت لك مسج يقول لك أنا محتاج أبعد. ويفضل بقى سؤال يلح عليك وياكلك في دماغك: هو أنا عملت إيه غلط؟ لكن الحقيقة مش كل انسحاب معناه إن أنت مش كافي. في ناس أول ما العلاقة بتبدأ تقرب من الجد بتخاف، تخاف بقى من الالتزام، تخاف من الرفض، تخاف إن أنت تشوفهم على حقيقتهم. وفي ناس كانت بس حابة إحساس الاهتمام ده، لكن ما كانتش مستعدة لعلاقة حقيقية. وعارف أغرب حاجة؟ إن الشخص اللي بيجوست أو بيختفي فجأة غالبا بيسيبك تعاقب نفسك على ذنب أنت ما عملتهوش. يعني تفضل تراجع كل كلمة ما بينكو، تفضل تراجع المسجز والرسائل اللي كانت ما بينكو، المواقف اللي كانت ما بينكو، كأنك بتحقق في قضية عشان تقدر توصل هو الغلط كان فين. لكن أحيانا أكتر تفسير منطقي إن الشخص ده ما كانش عنده النضج الكافي إن هو يدخل في علاقة أو إن هو يقعد معاك يتكلم بوضوح. فالانسحاب الصامت ده مش معناه ان انت مش محبوب. احيانا ده بيدل على ان الطرف التاني معرفش يواجهك، وهو ما عندوش النضج الكافي ان هو يدخل في علاقة. لان الشخص الناضج لو قرر يمشي مش هيختفي، هيقعد وهيتكلم. فما تعاقبش نفسك وما تجلدش ذاتك. الشخص اللي بيعمل جوستنج هو ده اللي خسران، وده انسان مش جدع. ف work on yourself وربنا خلصك منه.